هاي، ازيكم؟ انا ندى، وفيديو النهارده هيكون يعتبر اخر يوم في الاجازه عندي، فهوريكم هعمل ايه. وكمان النهارده انا راح اطلع بطاقه، فيلا بينا نشوف اليوم مش ازاي. اول حاجه صحيت ولبست طبعا، يعني ما كنتش صاحيه متاخر قوي، بس ما كنتش صاحيه اللي هو بدري، فكنت بجهز بسرعه. فلبست على طول وفطرت حاجه خفيفه كده. بجد ماما بجد يا جماعه احسن واحده بتعمل بسكوت في الدنيا. وبس بصراحه ما لحقتش اوريكم الاوتفيت بتاعي وشكلي في المرايه وكده. فيعني قلت اصور فيديو على السريع كده. بس ده الاوتفيت بتاعي، كنت بصراحة كان عاجبني. وطبعا لبست طرحة سمراء عشان الكل كان بيقول البسي طرحة سمراء عشان وشك يبان في الصورة. فيعني ربنا يستر، هي لسه ما طلعتش اصلا. فالمهم دلوقتي نازلة مش متأخرة خالص يعني. المهم دلوقتي ان احنا رايحين دلوقتي في الطريق. فيعني رايحة اعمل بطاقة لأول مرة في حياتي. المهم ان احنا لازم نركز على الاكسسوارز، لاني كنت لابسه حاجات حلوه. يعني الساعه دي انا بحبها جدا، صحابي كانوا جايبينها لي هديه. والخاتم ده يا جماعه لسه جايباه جديد، بجد شكله تحفه قوي قوي. وهو على فكره بتاع اختي، انا سارقاه منها. بس هو يعتبر على بتاعي انا اللي بقيت بلبسه اصلا، لانه شكله كيوت قوي وحلو قوي في الطبيعه اكتر كمان. بابا، مم. ايه شعورك كنت رايح تطلع لي بطاقة؟ يعني ايه؟ يعني مش شايف ان انا كبرت يعني وكده؟ طبعا. مبسوط؟ اه. المهم دلوقتي ان احنا رحنا وعملنا، وبعد كده رجعنا. معرفتش اصور بصراحه اي حاجه هناك، لان المكان كان زحمه، وكمان يعني كنا عايزين نخلص ونمشي بسرعه اصلا. فالمهم ان ده طريق واحنا راجعين. يعني المهم انه عادي يا جماعة، اكتشفت ان هو موضوع عادي، احنا رايحين نطلع بطاقة بس. تمام، هي حاجة اول مرة اعملها في حياتي يعني. المهم طبعا بقى ان انا طول الطريق عمالة اتصور اصلا، وكمان الشمس كانت طالعة والجو كان جميل بصراحة. فيعني انا كنت مبسوطة اصلا، والمود كان حلو كده عامة يعني. والجو كان جميل يا جماعة، كان جميل. المهم ان انا حاولت اصور السما من ازاز العربية يعني، بس هي دي طلعت النتيجة. بس بجد السما كان شكلها حلو قوي، والشمس كانت طالعة والجو حلو، فاللي هو يعني ما شاء الله حظي حلو، طالعة في يوم كويس والجو جميل، فعرفت اصور شوية حاجات كده يعني على السريع. دلوقتي انا رجعت البيت، ويعني المفروض ان اليوم لسه فيه وقت. يعني انا عندي درس لسه الساعة 1، فاللي هو عندي وقت. يعني الساعة دلوقتي لسه حتى يعني الساعة لسه 11. فقلت ليه ما اقعدش واصور كام فيديو كده، حتى ممكن يساعدوني الاسبوع الجاي ان انا اقدر انزلهم، لاني هبدأ دروس الاسبوع الجاي. ف يلا بينا جماعة، انا دلوقتي خلصت تصوير، ويلا بينا بقى اوريكم شوية حاجات بعملها في يومي كده الفترة دي. يعني ازاي بقضي وقتي وكده. يعني حابة ان انا اصلا ببني عادات جديدة وحاجات جديدة كده في يومي. فالمهم ان هي يا رب تكون حاجات كويسة ان شاء الله وهتعجبكم يعني. كل ده هنعمله طبعا واحنا بنستنى الدرس بتاعنا. انا زي ما قلت لكم عندي درس الساعة 1. فيلا بينا. دلوقتي بقى عايزه اقول لكم على حاجه كويسه قوي بقيت بعملها في يومي، وهي ان انا بقيت بقرا كتب. بس بقراها PDF وبنزلها على التابلت بتاعي. طبعا هتقولي ان ده ازاي بتقدري تنزليهم؟ بقول لكم ان انا بنزلهم بطريقه سهله جدا، تقدروا انتوا تبحثوا عنها على جوجل. المهم يعني مش عايزه اتكلم في الموضوع ده في الفيديو ده، لو حابين اعمل له فيديو لوحده تمام. بس الفكره بقى انه القرايه على التابلت حلوه جدا، لان انتوا بتحسوا انتوا بتقروا في شاشه كبيره. يعني انا كنت بنزل كتب PDF على الموبايل واقراها عادي، بس لما بدات اقرا على التابلت بدات احب القراءه اكتر. وفكرة ان انا بقى يعني بدل ما اقعد اشغل دماغي ان انا محتاجة اجيب كتب جديدة وكده. يعني انا عندي كتب بقرأها برضو، اللي هي كتب يعني ملموسة. بس الفكرة كلها ان انا بقى لو عندي اي كتاب مثلا حابة ان انا اقرأه، ومش ما عنديش الفرصة ان انا اجيبه دلوقتي، ممكن انزله PDF بسهولة جدا واقرأه. كمان شاشة التابلت زي ما قلنا كبيرة، فمش هتوجع عيني، بالعكس هتخلي القراية اسهل وبشكل احسن. فليه ما نستفادش منه بطريقة كويسة زي دي؟ فحتى كمان كنت ساعات بقدر انزل عليه كتب خارجية واحل مثلا فيها او كده. فدي حاجة ممكن تستفادوا منها يعني برضه. المهم دلوقتي ان انا يعني زي ما قلت لكم انا يعتبر بدأت ترم تاني، رحت كذا درس فخدت واجب، فلازم ان انا احل واذاكر ونبدأها كده جد من اول الترم عشان يعني ربنا يكرمنا. المهم ان انا والله ما كانش عندي حاجات كتير، مجرد ان انا كان عندي شوية واجب رياضة فابتديت ان انا اخلصهم. وطبعا انا كنت عامله لكم فيديو مخصوص عن ازاي بذاكر رياضه وكده، بس تعالوا اكلمكم دلوقتي على السريع. هي الفكره كلها ان انا خدت الدرس، فدروس رياضه طبعا يعني انا مش هقعد اقرا ولا اذاكر فيها حاجه، انا بخش على الحل على طول. مجرد مثلا انا ممكن ابص على درس افتكر مثلا الشرح، افتكر المدرس كان بيقول ايه وكده، وبعد كده اخش على الحل على طول. ببتدي ان انا واحده واحده اقرا المساله واحل. في اي حاجه وقفت معايا، يا اما مثلا بجيب كتاب الاجابات، ممكن ساعات بتكون في الحاجات مشروحه اصلا، او بشوف الاجابه بتاعتي وكده.
لو انا بقى مش فاهمه خالص او كده بجيب مستر من على اليوتيوب وببتدي ان انا اشوف هو بيحل ازاي وكده، وبعد كده بقفل الفيديو وبحل انا لوحدي. يا اما بقى خلاص لو قفلت معايا بعين المساله وبوريها للمستر المره الجايه وهو بيشرحها لي وتمام. المهم ان انا افهم باي طريقه. والفكره في الرياضه ان انتوا تعرفوا الافكار مش تعرفوا المساله الفلانيه، لا انا عارفه فكرتها، فلو جات لي باي طريقه تانية انا تمام انا فاهماها. الناس اللي هتقول بقى هو انت في كل الفلوجات حاطه فيديوهات مذاكره ومش عارف ايه، انت بتذاكري على طول وكده. لا يا جماعه والله الفكره كلها ان انا يعني عايزه التزم من اول السنه، وبالذات في المواد اللي هي المهمه مثلا رياضه فيزياء بتاع مش عارف ايه. فالفكره كلها مش بذاكر 24 ساعه او ان انا دايما لازم احط مثلا فيديوهات مذاكره في فلوجاتي وكده. المهم عامه انا خلصت رياضه وكان عندي حفظ كلمات انجليزي، فهبتدي ان انا احفظهم، وهي دي الطريقه المتعارف عليها في حفظ الانجليزي دايما. بس برضو هعمل لكم فيديو تفصيلي عن ازاي تحفظوا كلمات الانجليزي والفرنساوي، فهينزل برضو قريب ان شاء الله. يعني انا عندي كمية افكار في دماغي، ولما عاوزة اصور بقى او كده الافكار دي كلها بتروح ما شاء الله يعني. المهم ان انا بس ببص على الكلمة وبحفظها، بكتبها كذا مرة بقى، يعني مش مرة واحدة الكلمة، مش بكتبها مرة واحدة، بكتبها كذا مرة لحد ما اتاكد ان انا حفظتها خلاص واخش على اللي بعدها بقى وهكذا. الموضوع والله ما خدش مني يعني 10 دقايق عشان احفظ صفحة كاملة. فالفكرة كلها ولا حاجة بجد، يعني انا يعتبر كل الكلام ده ما خدش مني غير نص ساعة. بس الفكرة ان انا زي ما قلت لكم الحاجة اللي انا كنت بتكلم عليها في الاول، ان انا التزم من اول السنه واذاكر واعمل اللي عليا حتى لو بقدر بسيط، ان انا ابتدي واحده واحده ادخل في مود المذاكره، وان انا يا جماعه خلاص بدات ترم تاني وان انا لازم اذاكر وكده. مش لازم بقى افضل نايمه في العسل نص الترم او عشان يعني ابتدي بقى افوق واركز ان انا يا جماعه بدات ترم تاني ولازم اذاكر وكده يعني. المهم دلوقتي ان انا بس بعد ما اخلص حفظ كلمات الانجليزي هشوف بقى هعمل ايه. يعني بصراحة خلاص كده خلصنا مذاكرة، هقعد بقى اروق على نفسي شوية واوريكم انا عملت ايه. عملت حاجات مفيدة وفي نفس الوقت ترفيهية او ممتعة واستمتعت بيها، لان انا اصلا مبسوطة ان انا بحاول اطور من نفسي وفي حياتي في حاجات زي اللي انا قلت لكم عليها دي، زي الكتب، زي الحاجات اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. فيا رب يعجبكم ويا رب ان انتوا تبتدوا تطبقوا منها شوية حاجات برضو في حياتكم. دلوقتي بعد ما خلصت قررت ان انا بجد اروق على نفسي بقى، فهعمل لنفسي هوت شوكليت في المج الجميل ده. هو عامه بتاع اختي يعني، بس احنا هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا وهنعمل فيه عادي. المهم ان انا حطيت معلقتين كاكاو، وبعد كده احط عليهم برضو حوالي معلقتين سكر. ممكن تحطوا بقى اي نوع كاكاو عندكم بس يكون طعمه حلو عشان يعني تتبسطوا وانتوا بتشربوه يعني. لان طبعا الفكره كلها في الطعم يعني. وبعد كده حطيت عليه ميه سخنه وهبتدي ان انا اقلبه، وبعد كده هننزل باللبن بتاعنا. وبس كده بجد اسهل مشروب ممكن تشربوه في الدنيا، وطعمه حلو وحاجه كده ايه في الشتاء بقى تدفيكوا، وفي نفس الوقت حاسين انتوا بتشربوا حاجه يعني بين البنين كده، ولا هي تدفيكوا ولا هي منعشه ولا هي طعمها حلو. هي حاجه كده ميكس جميل يعني تحفه بصراحه، فجربوها وقولوا لي رايكم. المهم دلوقتي ان انا بقى قعدت اتفرج على اليوتيوب على فيديو كده اللي هو لقناة الزتونة. بجد فيديوهاتهم كويس قوي، بحس ان انا بستمتع وانا بشوف الفيديو وفي نفس الوقت بستفاد حاجات. فالفيديو ده كان كويس جدا، استفدت منه حاجات كتير، وبجد يعني هما من احسن الناس اللي انا بحب اتابعهم على اليوتيوب. فيعني حاجات مفيدة وفي نفس الوقت مسلية، اللي هو انت بتتفرج على حاجة على اليوتيوب بس في نفس الوقت لا انت بتستفاد، مش مجرد ان انت بتضيع وقتك وخلاص. وبعد كده برضو يعني مش هقول لكم ان انا فضلت اتفرج على الفيديوهات دي 24 ساعه، لا يعني قعدت برضو اقلب في التليفون شويه اشوف حاجات ترفيهيه برضو مفيش مشكله، بس انا قلت اقول لكم على الحاجات المفيده اللي انا بعملها عشان انتوا كمان تستفادوا منها وتعملوها. فبجد حاجه جميله ان احنا نبقى حاسين ان احنا مش بنضيع وقتنا على الفاضي، مش قاعد 24 ساعه ماسك الموبايل، بس في نفس الوقت لا بستفاد من الحاجه الالكترونيه اللي متوفره لي اللي ربنا مسخرها لي. استفاد منها في ان انا اعرف معلومات جديده، في ان انا استفاد حاجه في حياتي الاجتماعيه، في حياتي العمليه، في دراستي، في شغلي، في اي حاجه. ليه ما اطورش من نفسي دايما واستفاد من نفسي، بس في نفس الوقت مش بطريقه معقده او بطريقه ان انا قاعد بذاكر، لا بالعكس انا قاعد بستمتع وفي نفس الوقت بستفاد. عايزه اقول لكم كمان ان انا الفتره دي بستخدم برنامج ديولينجو كتير جدا في تعلم اللغات الجديده، فبحاول ان انا اطور بيه لغتي الانجليزيه، وكمان بستخدمه في ان انا اتعلم حاجات جديده عن اللغه الالمانيه. فده مش اعلان خالص ولا حاجه، بصراحه البرنامج تحفه جدا يستاهل، مجاني بالكامل حرفيا تقدروا تستفادوا منه، وهم 5 دقايق ولا حاجه في اليوم بس هيفرقوا معاكم. ودلوقتي بعد ما خلصت بقى فرجة على الفيديوهات ومسكت الموبايل شوية وقلبت وعملت حاجات برضو كتير استمتعت بيها يعني. المهم دلوقتي ان انا قررت قررت اجيب الاجندة بتاعتي بتاعت السنة.
انا بصراحه اول مره اعمل حته ان انا اجيب اجنده للسنه واكتب فيها والكلام ده، فان شاء الله في اخر السنه هوريكم بقى نتيجه الحاجات اللي انا عملتها دي كلها. بس انا كنت عامله معاكم فيديو عن تخطيط لشهر واحد وللسنه عامه، وان شاء الله هيكون في كل شهر تخطيط للشهر الجديد. فانا خططت عامه لشهر اتنين، بس فيديو التخطيط هينزل بقى قريب. يعني انا عارفه ان هو متاخر شويه بس هينزل ان شاء الله. فيا رب يعجبكم يعني، ويا رب انتوا تكونوا ملتزمين كمان معايا بحاجه زي كده. لو انتوا ما التزمتوش ابتدوا من دلوقتي عادي، مفيش مشكله. انتوا تبتدوا في تاني شهر في السنه، في ان شاء الله في 10 شهر في السنه. المهم ان انتوا تبتدوا تخططوا. وكمان قررت ان انا هكتب فيها مش يوميات بس، هو هكتب الحاجات اللي هي المهمه بس، الحاجات اللي هي اللي بتحصل بتكون تستاهل انها تتكتب وكده. فعامه انا كنت قاعده بعمل كده اصلا، وان شاء الله برضه هوريكم بالتفصيل زي ما قلنا في الفيديو بتاع تخطيط شهر اتنين. ودلوقتي قررت كمان ان انا اقعد اكتب شويه افكار لفيديوهات جديده، لان انا بيجيلي كميه افكار بجد في دماغي يا جماعه. بس لما عاوزه اصور اللي هو بقى فين بقى كميه الافكار اللي كانت عندي دي راحت فين؟ مش موجوده. واقعد بقى اتسحل في ان انا ادور على فكره فيديو ومش عارف ايه وكده. ففي ناس منكم طلبت مني افكار فيديوهات كتبتها عندي، وفي افكار من عندي انا. ويعني يا رب ان هي تعجبكم وتكون بتفيدكم. فببتدي بس ان انا اكتب عنوان الفيديو عامه، العنوان اللي انا متصوره للفيديو مثلا. وبعد كده يعني في مراحل تانية لصناعة العنوان والحاجات دي يعني. المهم بقى دلوقتي ان انا ببتدي اكتب الافكار اللي انا هقولها في الفيديو. انا مش بكتب الكلام اللي انا هقوله كله، لا، يعني معظم الكلام بيكون عفوي كده. بس الفكرة كلها بكتب الافكار الاساسية اللي انا هتكلم فيها، وبعد كده بقى الباقي بيطلع لوحده كده اول ما ببتدي ان انا اصور. وبس كده، هو ده كان يومي يعتبر. ما عملش اي حاجة تانية مهمة قوي يعني بعد ما خلصت. فاللي هو قلت تمام كفاية اول فيديو على كده. انا حاسة برضو ان انا طولت عليكم شوية فاعذروني. المهم ان يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا شوية حاجات من الحاجات اللي انا بعملها عشان اطور من نفسي. وادعوا لي ان انا ربنا يوفقني فيها واستمر عليها. وبس كده، اشوفكم في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. مع السلامة.